السلام عليكم، مساء الخير، مرحبا بكم في القناه. اليوم غادي نحضروا 4 الاشكال ديال الحلوى اقتصاديه من عجينه واحده وكتعطينا كميه كثيره ومقادير متوفره لكم في البيت ديالكم. فخليكم مع الفيديو حتى الاخر، واللي مازال ما تابوناش في القناه يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد، واللي شاف الفيديو عجبو فيخلي كومونتير زوين لما لا، وخلي كذلك لايك، ونخليكم مع الفيديو. بالنسبه للمكونات عندي 4 ديال الزبده اللي ضروري البنات تكون بحراره المطبخ باش هكا تسهل علينا العجينه. فغادي نقطعها مربعات اللي تكون صغيره، وغادي نضيف ليها كاس وكاس الا ربع ديال السكر. كيف ما كتشوفوا عندي كاس عامر وكاس الا ربع ديال السكر سنيده. غنضيف كذلك ساشي ديال السكر فاني، وغادي نخلط الزبده ديالي مزيان مع السكر حتى كنحصل على بوماد. من بعد عندي كاس ديال الزيت وكاس الا ربع، انا جمعتهم في هذا الكاس اللي كبير، ولكن راه عندي كاس ديال العنبه عامر وكاس ديال العنبه الا ربع. وصافي كنجمع الزيت ديالي مزيان مع كاع المكونات. بالنسبه لكم البنات ممكن تضاعفوا المكونات باش تحصلوا على كميه اكثر، وممكن تقسموا المكونات باش تحصلوا على كميه اقل، فكيبقى حسابكم نتوما اشنو بغيتو. المهم كنخلط الزيت ديالي مزيان مع الزبده حتى كنحصل على بوماد على هذا الشكل. غنضيف كذلك 3 ديال البيضات. بالنسبه للبيضه البنات ضروري حتى هو يكون بحراره المطبخ، ما تكونوش يلا خرجتوه من الثلاجه، تكونوا خرجتوه تقريبا على الاقل ساعه ديال المكانه قبل من تخدموا به. وصافي غادي نخلطو مزيان مع كاع المكونات. من بعد عندي الساشي ديال خميره الحلويات اللي غادي نضيف منه تقريبا النصف، ما نديروهش كامل. وعندي كيلوغرام ديال دقيق الفورس اولا دقيق الخاص بالحلويات. غنبدا نضيف فيه تدريجيا حتى كنجمع الخليط. بالنسبه للعجينه البنات فما دلكوش، فقط كنخلط. الا دلكتوها فغادي يخرج لكم الزيت وهكا غادي تفسد لكم، فانا فقط كنجمعها بالاصابع ديالي وصافي حتى كنحصل على عجينه اللي كتكون لينه وفي نفس الوقت ما كتلصقش. من بعد غادي ناخذ العجينه ديالي وغادي نقطعها على 4 ديال القطع اللي يكونوا متساويين، اولا ممكن ديروا 3 ديال القطع، ممكن ديروا قطعتين، كيف ما ممكن ديروا شكل واحد على حسب الابداعات ديالكم وعلى حسب النكهات اللي عندكم وعلى حسب كذلك الاشكال اللي بغيتوا تخرجوا. فانا بالنسبه لي غادي نقطعها على 4 ديال الاشكال اللي يكونوا متساويين باش نحصلوا على كميه اللي تكون متساويه. فالقطعه الاولى ديال العجين غادي نضيف ليها النكهه ديال الحامض. بالنسبه لي البنات غادي نضيف النكهه ديال الحامض لان كتعجبني بزاف. ممكن نضيفوا الناطه اللي معروفه مؤخرا كنديروها في صابلي، حتى هي كتعطي مذاق اللي زوين بزاف ورخيصه، تقريبا نفس الثمن ديال نكهه الحامض. ممكن تضيفوا النكهه ديال البرتقال، ممكن النكهه ديال الكراميل، ممكن النكهه ديال الشوكولا، فاللي متوفر لكم في البيت ممكن تضيفوه. ولكن البنات فالنكهه ديال الحامض كتجي هائله. وصافي كندخل النكهه ديالي في العجين فقط بالاصابع ديالي، ما كندلكوش. دائما كنقول لكم هذا الخليط ما تدلكوش، الا دلكتو في العجين غادي تفسد لكم. حتى كندخل النكهه ديالي مزيان، ومن بعد كنجمع العجين وكنوضعها في بلاستيك غذائي، وممكن توضعوها في الثلاجه حتى تكملوا الكميه كامله. بالنسبه للنكهه الثانيه اولا القطعه الثانيه فغنضيف ليها الساشي ديال الشوكولا، وغنضيف كذلك القليل من القهوه سريعه الذوبان. غادي ندوب القهوه ديالي بالقليل من الزيت، وصافي كندخل المكونين مزيان في العجين. ودائما ما تدلكوش البنات، الا دلكتو فالعجين ديالكم غادي يتفسد معكم. حتى كندخل القهوه والكاكاو مزيان في العجينه ويتجانسوا، وصافي كنجمعها كذلك وكنوضعها في بلاستيك غذائي ونحتفظ بها في الثلاجه حتى نكمل باقي المكونات. بالنسبه للقطعه الثالثه غادي نضيف ليها الشوكولا فيرميسيل. فعندي هنا الشوكولا فيرميسيل سوداء غادي نضيفها. ممكن تضيفوا اللي بالالوان، ممكن تضيفوا بسكوي اللي يكون مطحون، ممكن تضيفوا كذلك فلون باي نكهه متوفر لكم. فالاضافات كتبقى حسبكم نتوما، حسب اللي متوفر في البيت ديالكم وحسب اللي كتفضلوا وحسب الابداعات ديالكم. بالنسبه لي ضفت الشوكولا فيرميسيل فغادي يجي زوين بزاف، غير تبعوا معايا الفيديو في الاخر غادي يعجبكم. وصافي ما تدلكوش البنات، غير كتدخلوا الشوكولا مزيان باش ما يذوبش لكم في العجين، وكذلك باش العجين ما تطلقش لكم الزيت وتفسد. صافي غادي نوضعها كذلك
في بلاستيك غذائي ونحتفظ بها. وبالنسبه للشكل الثالث فغادي نخليه عادي اولا بنكهه الفاني عادي، حتى هو غادي نجمعوه مزيان في بلاستيك غذائي ونرجعوا نكملوا التشكيل ديال الحلوه ديالنا. بالنسبه للشكل الاول اللي وضعت فيه الشوكولا فيرميسيل فغادي نشكلوا على شكل حرابل ونلفهم على بعضهم حتى نحصل على دميلجات. بالنسبه للدميلجات فغادي نستعن بالقفاله ديال القرعه ديال الماء، ممكن تستعملوا اي قفاله متوفره لكم وكتلفوا عليها الحربول حتى كتحصلوا على دمليج على هذا الشكل اللي كيكونوا متساويين. الا ما استعملتوش البنات القفاله ديال القرعه اولا شي حاجه اللي تكون هكا دائريه فما غاديش تحصلوا على دمالج اللي يكونوا متساويين، غيجيكم شي كبير شي صغير. فمن الاحسن قفاله راها متوفره توضعوها وتلفوا عليها العجينه حتى كتحصلوا على دمليج اللي يكون قد الدمالج كاملين اللي حضرتو. حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي البنات كنوضعها في لاطه ديال الفرن اللي ديجا انا وضعت فيها ورق الطهي. بالنسبه لي انا البنات غير ولفت نستعمل ورق الطهي وكذلك كيحافظ لي على اللاطه ديالي، ولكن هاد العجينه راه ممكن توضعوها في اللاطه ديريكت راه فيها الزبده ما تخافوش ما كتلصق ما كتحرق ما والو. ولكن بالنسبه لي انا فكنستعمل دائما الورق الطهي باش هكا كنحافظ على اللاطه وكذلك حتى الحلوه كيجي الشكل ديالها زوين. بالنسبه للشكل الثاني اللي بالنكهه ديال الحامض فغادي نحاول نشكلو على شكل غريبه اللي تكون صغيره البنات، فغادي ندير فيها تقريبا 10 غرام. ضروري تكون صغيره حيت غادي تنفخ لكم في الفران وغادي تكبر، وفاش غادي نزينوها في الاخر كيف ما غتشوفوا معايا غيجيكم الشكل كبير شويه وما غاديش يعجبكم. فحاولوا تصغروا الغريبه تكون صغيره بزاف تقريبا ما بين 8 غرام حتى ل 10 غرام ما تفوتوهاش. حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي من بعد كنوضعها في لاطه الفرن. دائما كنوضع انا ورق الطهي ممكن ما توضعوش كيف قلت لكم العجينه فيها الزبده ما كتلصقش وما كتحرقش. وصافي كندخلها الفران اللي يكون ديجا مسخن من قبل على درجه حراره اللي تكون نازله اولا قليله حتى كيطيبوا مزيان وكيتحمروا شويه ياخذوا غير شويه اللون فما تحمروهمش بزاف. وصافي كنخرجهم وندوزو للشكل الثالث. بالنسبه لي غنشكلوا بحال الشكل ديال صابلي فغادي نطلقوا مزيان بالمدلك اللي يكون رقيق بزاف اللي يكون رقيق البنات. ضروري ترقوا العجينه في هذه المرحله فغادي تنفخ لكم شويه في الفران وكذلك غتشوفوا معايا في الاخر غنلصق القطع على بعضها. فمن الاحسن ترقوا مزيان وصافي كنقطع باي قطعه متوفره لكم. بالنسبه لي انا غادي نقطع بهذا الشكل اللي طويل هو اللي متوفر ليا، ممكن ديروا اي شكل متوفر عندكم دائره قلب اي حاجه. حتى كنكمل الكميه كامله كذلك كنوضعها في لاطه ديال الفرن وندخلها حتى طيب مزيان فما كتاخذش وقت طويل فقط بضع دقائق وكيطيبوا لان العجينه رقيقه. ما تخليوش البنات حتى يتحرقوا سيرتو ان اللون ديالهم اسود فيقدروا يتحرقوا لكم. فقط كتدخلوهم واحد 10 ديال الدقائق وكتخرجوهم كيكملوا الطياب ديالهم في الصهد ديال اللاطه. وصافي كندوز للشكل الاخير اللي خليته عادي بالنكهه ديال الفاني. فغادي نخدمه بنفس الطريقه ديال الشكل ما قبل الاخير. غادي نطلقوا مزيان بالمدلك وغادي نقطعوه على الشكل ديال صابلي فقط غادي نغير المقطع. فنخليكم الفيديو موضح راسو.
من بعد ما طابوا ليا كاع الاشكال فغادي ندوزو للتزيين. بالنسبه ليا فالتزيين كيبقى حسب الابداعات ديالكم وحسب كذلك المكونات اللي متوفره لكم. بالنسبه ليا غادي نستعمل الشوكولا بزاف. بالنسبه للشكل الاول اللي قطعته طويل فغادي نلصق قطعه على قطعه بالشوكولا اللي مذوبه كيف ما كتشوفوا الشوكولا سوداء. فكيف قلت لكم في الاول رقوا العجينه مزيان باش ما تنفخش لكم لاننا غادي نلصقوا وحده على وحده، فإلا جات غليظه ما غاديش يجي الشكل زوين. بالنسبه ليا جاو رقاق كيف ما كتشوفوا. غادي نلصق قطعه على قطعه حتى نكملهم كاملين، ومن بعد غادي نغلفهم بالشوكولا اولا غادي نغطسهم في الشوكولا كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. وكنوضع فوق ورق الطهي. بالنسبه لي كنستعمل بزاف ورق الطهي كيسهل عليا الخدمه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. ممكن البنات الا عندكم شي فكره اخرى في التزيين ممكن ديروها. بالنسبه للشكل الثاني اللي بحال غريبه فكذلك غادي ناخذ الشوكولا اللي سوداء اللي ذوبتها من قبل وغادي نوضع فيها الكاوكاو كونكاسي اللي حمرته وغادي نخلط مزيان حتى كنحصل على هذا الخليط اللي كيكون فيه الكاوكاو لداخل. ممكن توضعوا البنات اللوز، ممكن توضعوا اي نوع ديال المكسرات متوفر لكم اولا اي نوع ديال المكسرات اللي متواجد عندكم اللي كتحبوا اولا اللي كتفضلوا اولا اي نوع ديال المكسرات اللي كتفضلوا. وغادي ناخذ كل غريبه وغنحاول نلفها بالشوكولا اللي فيه كيف ما كتشوفوا الكاوكاو كونكاسي فكيجيو هائلين. هذا الشكل كيجي هائل بزاف لا في المنظر ولا في المذاق. غادي يعجبكم، غير جربوها البنات وردوا عليا. وصافي غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الغريبات ديالي كاملين. بالنسبه للشكل الثالث اولا الدميلجات فغادي نغطيهم اولا نغلفهم بالشوكولا البيضاء. فهادو ساهلين، فقط ذوبه الشوكولا اللي بيضاء. ممكن البنات تذوبوا الشوكولا بيضاء وتضيفوا ليها القليل من الشوكولا السوداء وكيعطينا واحد اللون جميل جدا اللي كيكون كري. واحد اللون اللي صراحه رائع. بالنسبه لي انا استعملت الشوكولا البيضاء غير فقط باش يبقى ليا هذاك الفرميسيل كيبان من الشوكولا البيضاء من الاسفل. فكيف ما غتشوفوا في الاخير كيبقى كيبان داكشي علاش. اما الشوكولا اللي كتجي هكا رماديه اولا كري فكتجي هائله وخليط ما بين الشوكولا البيضاء والقليل من الشوكولا السوداء. صافي كنغطسهم كاملين في الشوكولا البيضاء وكنوضعهم. من بعد كنزينهم بالاوراق الذهبيه. ممكن تستغنوا على هذه المرحله فهي فقط للتزيين، ممكن تستغنوا عليها كيف ما قلت لكم. وصافي غادي نكمل بنفس الطريقه. بالنسبه للشكل الثالث والاخير اللي بحال صابلي حتى هو مقطع مربع فغادي نلصق وحده على وحده بالشوكولا البيضاء. كيف قلت لكم في الاول رقوا مزيان العجين باش ملي تلصقوها ما تبانش غليظه ويجينا الشكل ما زوينش. فغادي نلصقهم مزيان مع بعض حتى نكمل الكميه كامله ومن بعد غادي نغلفهم بالشوكولا البيضاء. فالتزيين اللي درت لكم سامبل ساهل، ممكن اي واحد يديرو مبتدئ اولا شي حد اللي ما كيعرفش كاع يزين. فهذه طريقه جد سهله. ومن بعد غادي نزين بهذا العقيق اللي كيكون بالالوان. ممكن ديروا العقيق الفضي، ممكن ديروا الفرميسيل في الجانب بهذه الطريقه. فالتزيين كيبقى حسابكم. انا زينت غير بالمتوفر عندي، يعني اي حاجه متوفره عندي زينت بها. وصافي كنكمل بنفس الطريقه الكميه كامله اللي عندي. وصافي البنات الاشكال ديالي من بعد ما كملت فكيجيو هائلين، كيجيو زوينين بزاف، كيجيو على هذا الشكل. كيف قلت لكم هذا الشكل اللي كيجي على شكل دمليج. فكيجي الفرميسيل كيبان من تحت الشوكولا كيبان بحال النقط سوداء، كيجي هائل على شكل الرخام فكيجي زوين بزاف. غادي يعجبكم، غير جربوه. كذلك الغريبه اللي وضعتها في الشوكولا فيه كاوكاو كونكاسي فكتجي جد هائله.
كذلك الصابلي باشكاله بجوج فكيجي زوين بزاف. فالاشكال ديال اليوم هائله، وكذلك مذاقات اللي مختلفه ومن عجينه وحده خرجنا منها 4 ديال الاشكال المختلفه في المنظر وكذلك مختلفه حتى في المذاق بهذوك النكهات اللي ضفت. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم تجربوه ويعجبكم وتبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا، مع الاهل والاحباب ديالكم. واللي كمل الفيديو حتى لهاد المرحله فما ينساش تابوناو البنات وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ديالي، وكذلك لايكوا هذا الفيديو وخليو كومنتير زوين بحالكم، والى الفيديو القادم باذن الله.